ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا شفتوا من الفيديو عنوان الفيديو النهارده هنعمل ايه. هنروح نتسوق حاجات لرمضان وقلت اخدكم جوله تشوفوا الاسعار. بقالنا كتير 10 ايام تقريبا ما نزلناش فيديوهات، بناخد استراحه محارب من رحله مصر. اتفسحنا كتير في مصر، مشينا كتير، تعبنا. في حاجات كتير ما صورها لكوش في مصر، اللي هو خدت بقى اللي هو لا انا عايزه اتفسح مش عايزه امسك موبايلات. بس النهارده رجعنا لكم تاني وهنوريكم مشتريات رمضان، الاسعار في الماركت عامله ازاي. وقلت لكم كمان في العنوان جوله في المنطقه ونشوف تحضيرات الاتراك لرمضان. طبعا ما فيش اي تحضيرات هنا للاسف ما فيش اي زينه، ما فيش اي حاجات، ما عندهمش ثقافه الزينه زي العرب وكده. ودي مش حاجه وحشه فيهم، ولكن دي عادات عندهم، ما فيش الكلام ده يعني. فاحنا دلوقتي هنروح نتجه الى السوبر ماركت انا والاستاذ حسين، ومعناش ليلى عشان ليلى عندها النهارده نشاط اللي هو العاب مع اطفال والحاجات دي، فسيبناها ومشينا. فدلوقتي هنتجه للسوبر ماركت ونوريكم الاسعار بتبقى عامله ازاي في رمضان. يلا بينا. اول حاجه هوريها لكم، جينا للسوبر ماركت اللي هنشتري منه الحاجات بتاعه الاسبوع اول من رمضان يعني، او الحاجات عامه في رمضان. السوبر ماركت يعني فيه كل حاجه، يعني من اول اللحوم والفراخ والخضار وكل حاجه والحاجات بتاعه السحور وكده. المهم اوريكم الاسعار عشان ما تتفاجئوش. بس بصوا الطماطم هنا ب24. اشكال توميتوز جبت شيب اها. الطماطم ب24، شكلها حلو صح؟ والكوسه ب24. عايزه اقول لكم الطماطم دي عملت لكم فيديو اللي قبل اللي فات تقريبا، كانت ب50 الكيلو لو فاكرين. والطماطم اللي هي الصغيره دي ب34. السفندي ب34. هو ايه ده؟ سيت برايس ولا ايه؟ ودي حاجه عامله زي الجوافه بس عندهم اسمها ايفا، بس هي شبه الجوافه يعني ب60. الجريب فروت ب10. والله الاسعار حلوه. القرموط شبه الجوافه برضو ب40. بصوا اي حاجه خضرا شبه الجوافه هي جوافه بالنسبه لي، جوافه. التفاح ب40، والتفاح الاحمر ب40، وكل التفاح ب40. هو كل التفاح عامه سيت برايس ب40. تعالوا نشوف الفلفل هناك. الخيار ب24. الفلفل ب80 حدث ولا حرج. والفلفل الاحمر ب90. الطماطم اللي هي تشيري توميتوز دي ب65. البصل الاحمر ب80. والبطاطس ب20. والبصل العادي اللي هو الابيض ب20. وهنا الكرومبايه اللي هيعملوا محشي كرومب اول يوم ب13 الكيلو ب13. بصي جوزي بيسيبني هناك في المواقف دي، انا اصلا بتحرج اصور في حد حواليا، بس ماشي يلا يا حسين شكرا. والثوم الباكت ب60، الباكت اللي هو ده بس. وده شكل الخضروات بقى. دلوقتي هنخش جوه السوبر ماركت نفسه. يلا بينا. دخلنا كده جوه السوبر ماركت، لقينا الفاصوليا ب180. تخيلوا الفاصوليا ب180، وهي دي الفاصوليا التركي. والكرنبيط الكيلو ب40. الرمان ب50. الموز ب129. الليمون ب20. السبانخ ب20. والجزر ب17. والكابوتشا ب40. افندم. ولقينا ورق العنب ده اللي هو مقطعينه ومجهزينه النص كيلو ب100، بس هي مش باينه من هنا، بس هو النص كيلو ب99 و90 قرش اللي هو ب100.
بصوا الجلاش التركي اللي بيبيعوه، لفائف الجلاش دي ب40. هبقى اعملها لكم في يوم. بصوا اللي جوه دي لفائف جلاش اللي هو زي ده كده، بصوا بيتعمل بالشكل ده. هعمله لكم في يوم لما حماتي تيجي برضو، اخليها تعمله قدامكم يعني. في بقى عروض على المكرونه والحاجات دي. المكرونه ب16 النص كيلو. وفي هنا ايه ده لا ده مش تبع المكرونات دي. 75 قروش. احسب لك انا زمان المكرونه كانت ب75 قرش، دلوقتي العرض بقى ب16. يعني ايه الحلاوه دي؟ اويل هاو ماتش؟ ال5 لتر زيت ب200. ال5 لتر ب200 واللتر الواحد لا دي الصلصه ب37. بس ال5 لتر زيت ب200. هشوف جوه اللتر الواحد بيبقى سعره كام. والشاي التركي الكيلو ب140. والسكر الكيلو ب31 اللي هو الكيوبس ده اللي هو اسمه ايه ده، المكعب اللي هو اسمه المكعب اللي هو على الشكل ده. هذه let's around some then we can decide what we will buy. بصوا انا هقول لكم اسعار دي، بس الحاجات دي مقاطعه. الكنور ب15. يعني الحاجات دي كلها مقاطعات. البلح ده عامل 180. الباكت ده ب180. والبلح ده ب60. ده جاي من انه بلد عربيه ده. استني كده. اشكيم this from تونس. ما تونس ده من تونس. بلح تونسي. تونس. ده بلح تونسي ب60. لا البلح التونسي ب33. في بلح تاني من ايران ب60. وده المدينة ب180. ده ايران ده صح؟ ايران مكتوب باللغة الفارسية. ده من ايران. because of translation of these things it's with Iran فارسي. وزي ما بفكركم بس البلح اللي هو مكتوب عليه مجدول او مجهول، البلح ده مقاطعة برضو عشان انتوا عارفين ليه مقاطعة. ده مكتوب فين؟ فلسطين. بلح المدينة مكتوب عليه المنشأ فلسطين. ربنا يا رب في رمضان يعني يخفف عليهم ما هما فيه. understand. They said that in Palestine or Yes. in Kudus there is no this kind of بيقولوا ده ممكن يكون حاجة من الماركتينج عندهم وكاتبين فلسطين كده وخلاص عشان الناس to buy it. عشان الناس تشتريها. فخدوا بالكم من الحاجات دي برضه. انا جايبه كده بلح من مصر. يلا بينا نخش على الحته التانية، الجزء التاني بتاع الجبنات وكده. بصوا اللبن ب30 اللتر. اللبنه ال 400 جرام ب60. الصدق ال200 او السجق، بس احنا اسكندرانيه نقول صدق. الصدق ب90. الزبده ال 700 جرام ب199. الشكشوكه الجاهزه دي الشكشوكه الجاهزه ب50. احنا بنشتريش الحاجات دي. in Arab they not buy these things. I just show them what they can buy. Yes, I know. الحاجات الجاهزه دي ملناش فيها. بصوا الايران ده اللي هو اللبن الايران ب40 اللتر. اسكن بس دي السود ده اللبن اللي هو اللبن الطبيعي الطازه جيرسي اللي هو ده بيعمل قشطه حلوه قوي يا جماعه اهو، عشان الناس اللي في تركيا قاعده تشتري. ب125 3 لتر. we can round and buy at the end. احنا هنلف نوريكم الاسعار بقى كده هنروح نشتري احنا مشترياتنا بنفس المكان، بس عشان ايه انجازا للوقت. واللانشون والحاجات دي ال 75 جرام ب 117 ب 17. الدونار التركي ب 85 ال 200 جرام. بصوا دي بقى الصدوقات والحاجات دي برضو. الحاجات دي بقى ما انصحش حد بيشتريها خالص، اللي هي السوسيس والناجتس الجاهزه. بس هقول لكم اسعارها 700 جرام ب 60، والسوسيس ال 450 جرام عاملين 80. ف يعني الحاجات دي ما تشتريهاش. والشوكولاته اللي زي نوتيلا عشان المقاطعين ب 60، اللي هو البرطمان ال 400 جرام ده.
هنا بقى الجبنات والزبده والزبده. يلا بينا. بما ان في ناس واقفين عند الجبنه والحاجات دي كتير عشان ما بقاش عطله ليهم، فهصور البهارات. ده الفلفل الاحمر اللي هو البابريكا الخشنه ب40 الباكت، بس اشتروها احسن يا جماعه، اللي هي بتبقى عند العطارين ارخص بسيكه يعني. وده الزعتر الباكت ب20. الكمون الباكت ب50. الكمون غالي هنا وغالي في مصر وغالي في كل حته مش عارفه ليه. النعناع الباكت ب25. الفلفل الاسود الباكت ب37. والفلفل الاسود اللي مش مطحون الباكت ب37 برضو، يعني دول الاتنين 37. وده بقى التوم الباودر والملح اللي هو الصخري. الملح الصخري عامل 53. القرنفل الباكت ب34. المحلب ده اعتقد بيستخدموه في الكحك. They put it in كحك yeah? I think yes. It's kahk. كحك Egyptian كحك. عيد وان They put it ب55. والتارتشين اللي هي السينابون اللي هي القرفة ب35. والسمسم الباكت مثبتين الاسعار يا جماعه. 43 44 37. وده الهشهاش ده اللي هو نبات الحشيش، بس مش الحشيش يا جماعه اللي بيستخدموه في الحاجات الوحشه، لا، نبات الحشيش الطازج اللي هو بدون اضافه اي كيماويات عشان تجعله حاجه وحشه، لا ده ودي بقى الجبنات. خلينا في الجبنات اللي تحت دي بقى كده نشوف اللي فوق. بصوا دي الجبنه اللي هي اللي اسمها ايه دي، الشيدر اللي هي البيضه، الشيدر اللي هي لونها ابيض، يعني في شيدر اصفر وشيدر ابيض. ال 600 جرام ب 119. وهنا في ماركه تانية ب 189. دي جبنه من الزبده ها. والجبنات هنا ب 170. جبنه تانية اهي. والجبنه اللي هي بتاعه التوست دي غير الجبنه الشيدر، بس اسمها جبنه توست، يبقى زياده دهون فيها ب 122 عشان تسيح اكتر، تبقى منطقتها اكتر. وفي البراند دي ب 68 او 69. والجبنه البيضه بقى 400 جرام ب 70. وفي هنا 250 جرام ب 46. والجبنه الموتزاريلا ب 94 اللي هي كام جرام، بس اعتقد 250 جرام. في ب 86 كمان اهي 200 جرام 200 جرام. بصوا دي اسعار بقى الجبنه البيضاء ب 400 جرام ب 60. ودي اشكال الجبنات. في الجبنه المكوره دي ب 95. كلهم 200 جرام يا جماعه تمام. وفي اللبنه هنا الواحده 180 جرام والتلاته باكت فيه عرض ب 109. والزبادي ب 72 وفي ب 75 وفي ب 100 اللي هو ال2 كيلو. الكيلو عامل 72 و75. والقشطة عاملة ب70 و74 ال150 جرام. وفي واحدة تانية هي ب77 ال150 جرام قشطة. والجبنة المثلثات عاملة 70 وفي ب44 بس دي مقاطعة. في ب70 وفي ب30. في ب43. ودي عاملين عليها عرض المقاطعة دي من 85 ل 80، بس محدش يشتريها، في ماركات تانية ارخص لو حد بيحب الجبنة مثلثات يعني. افندم. وده المنطي اللي هو بيحطوا فيه جواه لحمه مفرومه. الكيلو عامل 95. وده بيبقى احلى من المنطي بتاع الماركتات الجاهز، ده بيبقى ناس فلاحين عاملينه وبيجيبوه هنا يبيعوه. بيبقى عجين كده يا جماعه جواه لحمه مفرومه، عملته معاكم قبل كده على القناه، وبيتسلق زي المكرونه عادي. بعد كده بيتعمل بسلطه الزبادي وبسلطه اسمها الصوص الاحمر، وهعمله لكم ان شاء الله في رمضان برضو. يلا نكمل. وبصوا البيض الواحدة فيها 30 ب80. I think we need one. واللبن ده الماركة دي ب40 اللتر. خد واحدة. بصوا العصاير الرمضانية دي اسمه رمضان شربات.
ب30. المية ال5 لتر ب26. في ارخص، في لا بصوا في هنا بس 29، بس احنا بنشتري الكبيرة اللي هي بتبقى 15 لتر دي. كل الحاجات دي مقاطعة تنبيها ليكوا بس، بتاعت يلا نجمع لمتنا ويلا نكمل لمتنا. دي مقاطعة، هو حسين بيقول لكم لا. وبصوا حاطين عليها رمضان كريم. الماظ بيقول لكم يساق، يعني محدش يشتريها. بصوا التسويق بتاعهم، يحطوا معرفش ايه ويحطوا رمضان كريم ويحطوا لنا فانوس ويحطوا لنا بتاع ولا الهوا، يعني امشوا ولا كأنكم شايفينها. واحنا ماشيين بالمره اوريكم اسعار البريل والمنظفات، قصدي المنظفات. البريل ده طبعا مقاطعه برضو محدش يشتريه. في ماركات تانية بتاعت تركيا، بصوا اللي هي مكتوب عليها تركيا دي، الماركه الاولى في تركيا والحاجات دي. مش عارفه بقى ده مقاطعه ولا لا، بس اعتقد لا. بتاع ريناكس ده بيبقى بحوالي 270، بيبقى جواها قد ايه 33 كبسوله. افندم هيك you want؟ حسين وحشوا الكب كيك بتاع ماما و you want today يعني. يا ماما حسين وحشوا الكب كيك بتاعك وعايزني اجيب حاجات كب كيك عشان اعملها له النهارده واحنا مروحين. سامعه يا ماما؟ سامعه يا ماما؟ وعايز كمان اسمه ايه ده، المكونات منك. تمام هادي لسه باي. you can buy these cupcake things. we can ask. بس كده يعني. واحنا ماشيين هنوريكم بقيه الحاجات. وبكره ان شاء الله برضو هروح السوق واصور لكم برضو. ودي المفرزات. الكنافه دي جميله قوي يا جماعه. كنافه جاهزه كده بتسخنوها بس وجواها جبنه. ثانيه واحده. yes these ones. الكنافه الجاهزه بكام؟ ب 23. هيتم remember this كنافه when I was حامله we make it so much. yes. لما كنت حامل في ليلى كنت نفسي مفتوحه عليها جدا جدا. عامل النص كيلو ب65. ودي بطاطس مفرزه بس مش عارفه السعر كام. عايزه اقول لكم عجينه الملفوي دي اللي بيتعمل بيها الحاجات المقرمشه في الفرن، الحلويات او الحوادق، حلوه جدا ب60 الكيلو. حلوه قوي قوي. هيتم ديز ملفوي things so good in رمضان. ملفوي بس بتخن قوي يا جماعه. كوارع. او بيقول لي رجل الخروف. كوارع الخروف. how much؟ باتشابو ب 129 التلاتة دول. في كرشة. where is اشكمبة؟ اشكمبة الكرشة بكام؟ الاشكمبة بكام؟ فين الكرشة؟ كلا باتشابو دي ب 134. اللي اقل من يعني احنا الكرشه عندنا بكام في مصر يا جماعه؟ 134 ليره، اقل من 400 جرام. There is hard too. These things we can see it in Kasab I think. وده قلوب وحاجات دي. بصوا ما تشتريش الحاجات دي مجمده، بس هنشوف الجزاره تبقى بكام. ودي شوربه العظم اللي هي الحاجات اللي بتعمل الكولاجين في الجسم وكده. how much؟ كيميك suyu altılı 70 lira. الست حاجات من دي، الست الباكيتات من دول عاملين 70 ليرة. والصودا مش الصودا بتاعت البيبسي والكوكاكولا والحاجات دي، مش اللي هي الحاجات الغازية، لا دي الصودا الصحية. الباكيت 6 عامل 30. والمناديل دي 32 منديل. دي 32 منديل or 32 cut or what؟ ب100. 2 layers 32. يعني it's one how much inside؟ 32. ال 32 عاملين 100. في عرض من it's good I think. عرض من 150 ل 100. ماركت قصدي انواع البان كتير بقى. بصوا اللبن شفنا اول حاجه 30 دلوقتي بصوا ب 43. والكورن فليكس والحاجات اللي ملهاش لازمه دي
اعتقد الماركة دي برضو مقاطعة. I think Nesquik is Yasak too. Huh? I think Nesquik is Yasak too. بصوا القهوة 250 جرام ب130. في باكيتات الصغننه دي لو حد عايز يجيب هدايا. 6 جرام ب40 فيها 12 باكيت، تستخدم للمره الواحده يعني. والحاجات دي ب45 النسكافيه. 50 جرام يعمل 25 كوبايه. احنا بنحب نجيب الشاي ده. انا مش عارفه ليبتون مقاطعه ولا لا، بس مش عارفه يعني، ما سمعتش عن ليبتون مقاطعه ولا لا. مش فاكره، بس احنا بنجيب ليبتون، بس انا مش فاكره ان هم قالوا عليه مقاطعه، لان في ليبتون شركه ليبتون اللي هي موجوده في تركيا مكتوب عليها حتى بلد المنشأ تركيا في كل الحاجات ليبتون اللي محطوطه ورا. ما فيش احمد تي اور العروسه؟ ما فيش العروسه. العروسه في مصر. يلا نكمل. تعالوا نشوف المكرونه والحاجات دي. بصوا المكرونه هنا ب12، ولسان العصفور ب22، واللي هي المكرونه اللي هي بتاعت الشوربه دي ب18 ب19. It's for Layla. There's the animals and different colors. You can hold it. موبايلي مش عارفه بيعمل فوكس ليه كده. دي الحاجات اللي فيها بصوا حيوانات على شكل حيوانات وكده ب21. You think it's not harmful? No, it's good brand. خلاص اشتري واحده الليله. انا هشوف بس الرز والحاجات دي. where is beloved؟ Price another section. هنشوف الرز والحاجات دي برضه عشان نكمل. التونة ب30 العلبة. موبايلي مش عارفة ماله مش عايز يعمل صور حلو ليه. العلبة ب30، 160 جرام. بصوا الرز الكيلو ب60، وفي هنا الكيلو ب40 حسب نوع الرزاية وبلد المنشأ برضو او المنشأ، انا اسفة. وده لا ده غالي ده. بس الرز بيتراوح ما بين 40 وحاجة و50، يعني مثلا ده ب60 الكيلو. بيتراوح بين الحاجات دي يعني. البرغل ب30. في ايه تاني؟ بصوا ده نوع رز غالي قوي. لا ده الكيلو ب144. هيتم ده الرز البسمتي يا جماعه، الكيلو ب144 بريحه الياسمين. والسكر السكر ال5 كيلو ب180، والكيلو ب39. بيتراوح الاسعار كده يعني. بصوا ده ال5 كيلو اهو. I think we take all like that. بصوا السكر الاسمر ب50. You want to buy one? Esmer? We can see for cupcake things اما after I finish. يلا نكمل. وعايزاكم بس تاكدوا لي ليبتون مقاطعه ولا لا، عشان ما كاتبين ورا بلد المنشأ تركيا، مش كاتبين هنا بيبقى بلد المنشأ امريكا او بلد المنشأ اي حاجه بيكتبوا ورا، فاهمين؟ يعني بيكتبوا تونس، امريكا، العراق، بيكتبوا الحاجات دي يعني. بصوا الاتراك كاتبين ايه؟ بويكوت يعني مقاطعه. شايفين كاتبين على بعض السلع الكلمه دي بويكوت يعني قطعوها. شايفين الحلاوه يا ولاد. بس هما بيشيلوا كل الحاجات دي السوبر ماركت، بس احنا خدنا بالنا من دي وقلنا نصورها بسرعه. يلا في استكرته كده. ونسيت معلش اقول لكم وانا هناك ان ال5 كيلو دقيق ب80. ال5 كيلو دقيق ب80 دي من السلع الاساسيه اللي كنت هنسى ان اقولها لكم. دخلنا عند الجزار وهوديكم جوله سريعه كده في اللحوم. بصوا اسعارها من 650 وفي 590 وفي الفيليتو ب800 والقلوب ب270
واللحمه المتقطعه صغير ب 750. اللحمه الضاني كله 800 700 800 600. Kuşbaşı az yağlı, yağsız. والبقري ب 600 يا فندم. Az yağlı da var, böyle yağsız da var. az yağlı. Az yağlı. Evet. Yağsız olmasın. وبصوا الموزة ب 530 والسوتيه ب 620. اسعار زي مصر اعتقد. الفراخ بصوا الكبدة ب 480 وكبدة الخروف ب 790. الفراخ مش هتطلع سعر وانا مش عايزة اسأل عشان انا محروجة اصلا انا بصور مش عارفة ليه. الفراخ سألنا عليها ب 105 105 يس. Jedes Paket يلا بينا دلوقتي هنطلع نودي الحاجات للبيت ونطلع ناخد ليلى. بصوا الجو كان الصبح مش جميل خالص، دلوقتي الجو جميل والنسمة عليل. هتطبخوا ايه اول يوم رمضان؟ انا قررت اطبخ فاصوليا عشان حسين ما بيحبش الخضار غير الفاصوليا والبزلة، ما بيحبش اي نوع من الخضار تاني، فاحنا محدودين للاسف. بحب السبانخ، انا ما بحبش السبانخ. احب القلقاس، ما بحبش القلقاس. احب الباميه، ما بحبش الباميه، اللي هو محدد قوي يعني. فهنطلع نودي الكياس دي، وجبنا بقى عجينه الملفيه اللي قلت لكم عليها دي. بجد ان شاء الله بسفره اول يوم رمضان لو صورتها وكده هقول لكم بتتعمل ازاي عجينه الملفيه وكده والاشكال. where you go بيم ندان we can take these things. عايز يشتري حاجات الكب كيك، ما اشتريناهاش كلها من السوبر ماركت الاولاني. فالاول قلت له مش قادره اشيل الحاجات دي لحد ما نروح البيت يعني، فهنودي الحاجات ونرجع نكمل بقيه الحاجات. ودينا الحاجات البيت خلاص، ودلوقتي نازلين ناخد ليلى ونكمل بقيه الحاجات. عاملين ايه؟ هنجيب زبده وهنجيب كاكاو والحاجات دي، وهنكملها من ماركت تاني عشان لقينا الماركت اللي احنا كنا بنجيب منه الاسعار عاليه في الحاجات دي بخصوص عن الماركت التاني. بس كده هنروح نتسوق الباقي ونروح بعد كده ايه نجيب ليلوش. يلا بينا كلاكيت تاني مره. هيا بينا الى البيم. جينا السوبر ماركت بيم وجبت الزبده دي، ما لقيتش الزبده اللي انا عايزاها فهنشتريها من السوق، فجبنا دي الصغننه 350 جرام ب 107. الاسعار تقريبا واحد مش كتير. يونت كهفلت صوص نو الاسعار واحده مش متفرقه يعني. you want this thing you not love it yeah you not love these things. والبهارات اسعارها واحده، عشرينات تلاتينات، مفيش جديد يعني عشان اصور. الزيت بس هنا ناقص 5 ليرة يعني. فاصوليا here how much؟ بامية 45 50 25. الاسعار هنا ارخص في البزلة والبامية، بس هنا الماركة بتاعتهم ما بتبقاش بنفس الكواليتي بتاعت الماركة التانية بصراحة. يعني انا جربت الاتنين، بس الاحسن تشتروها من السوق طازة. بس انا بقول لكم يعني اللي بيشتري مجمد للناس اللي بتشتغل وعايزة تنجز يعني. بس احنا كده تقريبا خلصنا وهنطلع يعني نجيب ليلوش. تعالى نشوف كده الفراخ واللحمة. الفراخ برضو ب119 كيلو زي ما الجزار قال، والفرخة الكاملة دي ب82 الكاملة اللي هي الحمرا دي اللي هي الباكت بتاع الأحمر يعني. أشكي مونيت كاكاو بس هنجيب الكاكاو وبس كده. واتمنى عشان ما اطولش عليكم الفيديو عشان طويل قوي، اتمنى يكون الفيديو عجبكم
واشوفكم في فيديو جديد عشان كلمونا عشان نيجي ناخد ليلى بيرن اهو. يلا باي باي، ان شاء الله اوريكم فيديو زينة بكره. يلا باي باي.